عارف إن في قوة خفية بتتحكم في حياتك بالكامل دلوقتي حالاً وإنت ولا حاسس بيها أصلاً؟ طب ليه ناس كتير بتطحن نفسها في مجهود جبار وفي الآخر ما بتوصلش لأي حاجة؟ السر كله في الدوافع النفسية اللي مدفونة جوانا وإحنا بنتجاهلها مع إنها اللي بترسم واقعنا. الدكتور ديفيد هوكنز فجر المفاجأة دي وكشف السر النفسي الخطير ده في بحثه اللي هيغير تفكير. هاكنز وضح فرق مرعب بين طريقتين بنعيش بيهم: الإكراه أو الفورس مقابل القوة الحقيقية. الإكراه إنك تعافر وتزق الدنيا بالعافية وتستنزف طاقتك لحد ما توصل للاحتراق النفسي وتجيب آخرك. لكن القوة دي مش محتاجة مجهود قاسي، دي طاقة بتغير حياتك وتخلي كل حاجة تمشي بسلاسة. تخيل تضيع سنين من عمرك بتدور على الحل اللي يغير حياتك بجد وما بتلاقيهوش. المفكر واينداير لما قرأ الكلام ده انصدم ووصفه بوصف مستحيل تسمعه عن أي كتاب تاني. قال إنه أهم حاجة قرأها في آخر 10 سنين فكرة واحدة بس اختصرت كل ده. عشان تبطل تدمر مستقبلك بدون وعي لازم تغير طريقة تفكيرك فوراً وتفهم الدوافع دي. اسأل نفسك بصدق، إيه اللي بيحركك كل يوم؟ هل بتعافر بالإكراه ولا بتتدفق بالقوة الحقيقية؟ صدقني أول ما تبطل زقة ومعافرة وتتواصل مع قوتك الحقيقية كل حاجة هتتظبط لوحدها. لو وصلت لهنا اعمل اشتراك وفعل الجرس، لأن الشرح الجاي هيغير طريقة تفكيرك بالكامل.